اول ما تيجي وقفي، واول ما تيجي ندى مش عارفه ايه، وبعد كده ابداي بقى بعدها. وهنا بقى كانت مستنيه اسمها يتندى، وكان قلبها بيرفرف من الخوف ومن السعاده، ما تعرفوش في ايه بالظبط. كانت مستنيه اسمها، واول ما اتندى اسمها ايوه، هسيبكم بقى معاها شوفوا عملت ايه. خلاص مش هيعمل حاجه هنا تاني، انا مش هقف. اول حاجه بدنا يا فرحة قلبي يا جماعة، تعالوا شوفوا بنتي اتخرجت النهاردة وبقت أحلى إعلامية في الدنيا كلها. ربنا يبارك لك يا بنتي ويهنيكي في حياتك يا رب، واللي جاي إن شاء الله أحلى وأجمل بكتير، ويسعد قلبك يا بنتي زي ما انت ساعدتيني باليوم دون. والحمد لله يا بنتي اتخرجت من إعلام، وعقبالكم كلكم يا حبايبي. وهنا بقى وصلنا، اول ما وصلنا فندق موفنبيك، هي كانت الحفله كانت فيها تمام كده، وانا كنت بصورها وفرحانه وكنت مبسوطه جدا في اليوم ده. انا عايزه اقول لكم انا ما فرحتش بجوازها قد ما فرحت باللحظه دي يا جماعه، والله العظيم. يعني انا كان يوم فرحها، كنت بعيط وكنت حزينه جوايا، كان في حاجه مش مريحاني جوايا بصراحه. بس بجد اليوم ده كان ليه طعم خاص كده، كنت فرحانه فرحه. انا مش عارفه فرحتي دي كانت نابعه من ايه. يمكن عشان انا لما دخلت ثانوي عام كان نفسي وطموح حياتي ان انا اخش كليه اعلام وربنا ما حققش معايا ده يعني. بس سبحان الله ربنا حققه في بنتي. كان نفسي قوي قوي ادخل كليه اعلام وابقى اعلاميه كبيره. اي نعم انا دلوقتي يعني عندي قناه على اليوتيوب وبقدر ان انا اتواصل معاكم من خلال برضو القناه، بس برضو كان نفسي اخش كليه اعلام وابقى بكالوريوس اعلام. كان طموحي جدا، وطموحي ده انا يعني خليته وصلته لبنتي. وبتمنى بقى ان بنتي تبقى اكبر اعلاميه. هي دلوقتي بتتدرب في قناه، بتمنى بجد تدعوا لها كمان، تدعوا لها يعني يمكن انتوا اقرب الى الله مني، تدعوا لها تبقى اكبر اعلاميه وتحقق كل اللي نفسها فيه يا جماعه. وهنا بوريكم بقى الديكورات اللي كانوا عاملينها في الحفله. كانوا بجد مهتمين جدا بالحفله، الدكاتره من وجايبين فرق روعه روعه روعه. وكان فيها كميه رقي غير عادي يعني. والناس اللي كانوا هناك اولياء الامور والخريجين الاعلاميين الخريجين كانوا كميه في الذوق والادب والاخلاق. وهنا ده محمود اخويا طبعا، عجباه الستايل وعجباه الدنيا اللي هناك، فكان قاعد بيتصور. هسيبكم بقى كل واحد فيهم هيقول كلمه ليهم هناك. ودي بنتي هتتخرج السنه الجايه، بتقول لكم ان هي السنه الجايه يا جماعه. انا معادي السنه الجايه. يزن السنه الجايه هتتخرج هي كمان ان شاء الله، انتظروها. يونس محمود، قول كلمه بقى لندى كده. مبروك يا نودي، وربنا يفرحك كده وتبقي اعلاميه كبيره. يونس سيد، قول كلمه لبنتك كده. يا ندى، والف الف مبروك يا حبيبتي، وربنا يوفقك في حياتك يا رب. يا رب يا رب. ملك، قولي كلمه لاختك. الف مبروك يا روح قلبي، وعقبال ما اشوفك انجح واحده في الدنيا واحلى اعلاميه. احلى اعلاميه في الدنيا. قولي لي كلمه لاختك يا نور. ان شاء الله تبقي احسن اعلاميه، احسن من الهام سعيد كمان. وهنا بقى جت ملك وصممت هي اللي تلبسها وتاخد اللقطه الجميله دي وتحس باللقطه الجميله دي، وقالت انا يا ماما اللي هلبسها الروب والزي بتاع التخرج اصلا عامه. وجت يعني برضو كانت نورهان برضو قالت لا اشمعنى انا كمان هعمل ده كمان. بص كانت فرحانه جدا بختها، كل كان فرحان بيها، كلنا كنا فرحانين فرحه غريبه، وفرحانين فرحه يا رب اكتبها لكل الناس يا رب. يا رب يفرح قلوبكم كلكم باولادكم، امين يا رب العالمين. هي نورهان كمان هي بتلبسها اهو دلوقتي، كنا كلنا فرحانين بجد. ودي بقى انا صورت لكم يعني مقاطع صغيره كده، الكاميرا كانت مش مساعداني خالص، او مساحه التليفون من كتر الحاجات اللي على التليفون طبعا ما كانتش مساعداني ان انا اصور لكم كل الفقرات. فانا يعني خدت مقتطفات كده
صورتها لكم، بس انا هنزل مقاطع كده على اليوتيوب برضو. يعني مقاطع صغيرة كده برضو هفرجكم على الحفلة كلها، بس مقاطع صغيرة، بس كان فيها كمية رقي وعايزة اقول لكم كانت منظمة جدا. بشكر الدكتورة رنا كتير جدا، ورئيس الكلية برضو كان مهتم جدا، ودكتور وائل أنديل. بشكر كل الدكاترة اللي كانوا هناك بجد بسبب اهتمامهم وتقديرهم للطلاب اللي فوق العادي بجد. يعني متشكرة جدا، وبهني كل الطلاب مش بنتي بس، وبقول لهم ألف ألف مبروك. وفرحتي بأنها اتخرجت فرحة كانت كبيرة، وبالأكتر من كده أنها خارجة بتقدير جيد جدا. يعني التقدير ده برضو فرق معايا وفرق في فرحتي كتير. طبعا هو في اتكرموا ال10 الأوائل، طبعا بنتي ما كانتش منهم، بس يعني يكفي انها طلعت بتقدير جيد جدا. وبصراحة كنت فرحانة قوي، وربنا يفرحكم كلكم بأولادكم يا رب. وحاسة ان انا في اللحظة دي حققت حلم من احلامي، لان انا احلامي كتير قوي، وبحبكم قوي. وهسيبكم بقى تشوفوا ندى بتعمل ايه هنا ومكرمة ازاي. الإعلامية ندى السيد محمد. خلاص مش هيعمل حاجه هنا تاني، انا مش هقعد. هروح حاجه بس الإعلامية ندى عز الدين سعيد. راحت فين؟ الإعلامية نسمة أمل عبد المنعم. الإعلامية ندى السيد محمد. انا مش خلاص مش هيعمل حاجه هنا تاني، انا مش هقعد. هروح حاجه بس الإعلامية ندى عز الدين سعيد.